السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في مطبخ حلا وحياة. معاكم حياة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة حلوة جدا 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 سهلة، ما فيهاش أي حاجة صعبة، مكوناتها كلها موجودة في كل بيت. هنعمل كده مع بعض بقى الشعرية باللبن، بجد تحفة تحفة تحفة. وفي الجو الساقع اللي احنا فيه ده بتدفي وجميلة ومغذية جدا جدا. الأطفال كلهم بيحبوها. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ولا معجنة ولا اللي هي ناشفة، السوا بتاعها مظبوط جدا. جربوها بالطريقة دي، هي طريقتها بسيطة ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص، بس طعمها بجد بيطلع في منتهى الجمال. طعمها حلو قوي قوي قوي. يا ريت لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويا رب تكون فيديوهاتي انا واختي حلا بتعجبكم. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ حطوا بقى اللي انتوا عايزين تحطوه، ممكن تحطوا زبيب، ممكن تحطوا مكسرات، قشطه، كل الاضافات اللي انتوا عايزين تحطوها ضيفيها براحتكم. بجد بتتقدم بره في محلات كبيره جدا وبتبقى غاليه، لكن هي بسيطه وطعمها جميل جدا. مكوناتها كده بسيطه وطعمها حلو وحاجه كده مسكره. ندخل بقى المكونات على طول. بصوا بقى، في حله على النار كده هحط فيها معلقتين 2 كبار من السمنه، واستخدموا كمان سمنه بلدي. السمنه البلدي هتخلي طعمها حلو جدا جدا جدا، هتخليها كده طعمها وريحتها جميله جدا. هتغنيكي بقى عن انك تحطي قشطه او تحطي اي حاجه من الحاجات دي. هي جميله كده ومكوناتها بسيطه. انا حطيت معلقتين 2 كبار من السمنه البلدي، وبعدين بقى هشوح كده في الشعريه كويس جدا. افضلوا بقى قلبوا فيها كده كويس، ما تزهقوش يعني، ما تسيبوهاش شويه وترجعوا تقلبوا فيها تاني، لا، افضلوا قلبوا كده فيها من الجناب ومن تحت لفوق ومن كل جهه فيها. شايفين لونها؟ هتلاقوا لونها كده ابتدى يبيض، بعض وحدات فيها تلاقوها ابيضت. افضلوا برضك قلبوا فيها، ولو انتوا خايفين ان هي تتحرق معاكم ممكن تقوموا مهديين عليها النار، بس تفضلوا تقلبوا كده. انا بقى هفضل اقلب فيها، مش هفصل خالص، عشان بس تشوفوا المراحل بتاعتها وازاي لونها هيتغير واللون المظبوط بتاعها، عشان ولا تغمق معاكم ولا لونها يفتح معاكم قوي. شايفين بقى هي خلاص اهي داخله في السوا، ابتدى لونها يتغير. اهم حاجه تفضلوا تقلبوا فيها من تحت لفوق والجوانب، عشان ما تاخدش معاكم، تبقى حبايه وحبايه كده، تبقى واحده غامقه وواحده فاتحه، او تطلع معاكم يكون كده شكلها وحش. هتفضلوا تقلبوا فيها كويس على نار متوسطة او نار هادية، وتحطوا معلقتين السمنة. بجد ريحتها تحفة تحفة تحفة، حاجة كده في منتهى الجمال وبسيطة وسهلة خالص. شايفين بقى اللون عمال يتغير اهو تدريجيا، بيبقى لونه ذهبي. انتوا بقى، احنا مش عايزينها تبقى لونها غامق قوي ولا لونها فاتحة قوي. كل ما هتظبطوا اللون بتاعها كل ما هتبقى معاكم كده حلو، في التقديم كمان هتبقى جميلة جدا. شايفين انا عماله كده اخبط الجناب من تحت لفوق وافضل اقلب فيها لحد ما كلها تاخد اللون، عشان ما تبقاش حبايه وحبايه. هنا ده شكلها اهي، كل شويه لونها بيغمق، بس قلبوها كويس لان ممكن تبقى معاكم واحده وواحده، فافضلوا قلبوا فيها كويس. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ ابتدى لونها يغمق، بجد حلوة جدا جدا جدا، وريحتها كمان بتبقى جميلة جدا. بس خدوا بالكم بقى منها. شايفين السمنة تحت كده؟ انا سبتها بس شوية وبعدين هرجع اقلب فيها تاني. اهم حاجة ان انتوا ما تسهوش عنها وتسيبوها فترة طويلة، لا، قلبوها كده على طول، هتلاقوها معاكم جميلة جدا. شايفين بقى لونها ده؟ شكلها بعد ما قلبتها لونها تحفة تحفة تحفة. لونها كده ذهبي، حاجة بجد في منتهى الجمال. ريحتها بجد بقى مش قادرة اوصف لكم، ريحة السمنة البلدي والتحمير كده بتاعت الشعرية عامل ريحة حلوة قوي. انا افضل اقلبها لحد ما هيبقى لونها ذهبي، وبعدين احط عليها مية. واهم حاجة بقى، اهم حاجة خالص، المية اللي انتوا هتحطوها عليها تبقى مية مغلية، ما تبقاش مية كده من الحنفية. لو حطيتوا عليها مية من الحنفية السوا بتاعها هيبوظ معاكم خالص، ومش هتطلع كده مستوية زي السوا اللي احنا عايزينه، لا مش هتبقى كويسة. انتوا فضلوا قلبوا فيها، واول ما تلاقوها وصلت للون اللي انا هوريهولكم حالا هتقوموا حاطين عليها المية، مية مغلية بقى من الكتل، وتقوموا مزودين المية. بصوا هي بتبقى كأننا زي ما احنا بنعمل بالظبط رز، يعني مقدار المية اللي بتاخده بيبقى زي مقدار الرز بالظبط، اللي هي تبقى الشعرية والمية فوقها كده بكام سنتي، يعني مش
بتاخد ميه كتير خالص، او مثلا ان انتوا تعايروها كل كوبايه شعريه تاخد كوبايه ميه، لا، انتوا حطوها وضيفوا عليها الميه اللي هي يدوبك تغطيها وتبقى اعلى منها كمان عقله او عقلتين. شايفين لونها عمال يغمق كده، بجد تحفه تحفه تحفه. هي بجد بسيطة وسهلة. اهم حاجة بقى ان انتوا تستخدموا كده الشعرية يكون نوعها كويس. كل ما تستخدموا الحاجة كويسة، يعني لو استخدمتوا نوع شعرية كده كويس والسمنة البلدي، كل دي حاجات هتفرق في الطعم وفي الريحة وهتخليها كمان جميلة جدا. واللبن ده بقى اهم حاجة، ان انتم ما تيجوا تستخدموا اللبن، استخدموا اللبن اللي هو من اللبن اللي هو مش بيبقى في السوبر ماركت، اللبن اللي هو من اللبان، عشان يبقى معاكوا تقيل كده ويبقى فيه القشطة بتاعته وفيه كل حاجة، يبقى اللبن دسم وجميل كده. انا قلبتها هي خلاص كده تكاد تكون خلصت. شايفين بقى اللون بتاعها حلو جدا، مفيش واحدة متحمرة وواحدة لا، كل واخد نفس اللون بالظبط، كلها جميلة وذهبي كده وحلوة قوي. شايفين بقى اللون بجد تحفة تحفة تحفة. ممكن تعملوها كده وبعد ما تستوي تاكلوها بالسكر، بتبقى برضك تحفة. شايفين بقى هنا المية سخنة مغلية من الكتل، اهم حاجة تبقى مية سخنة مغلية. هضيف بقى عليها المية كده خالص لحد ما المية تغطيها، زي ما قلت لكم عقلتين كده، يعني هي بالظبط عقلتين عشان تستوي معاكم وتبقى تمام. ضيفوا لها عقلتين بس مية وهتطلع معاكم مظبوطة جدا. شايفين بقى غليت على طول. انا بنزل بقى كل الشعرية اللي في الجناب دي عشان مفيش حاجة تلزق، وهديها بقى تقلبتين كده، وهضيف ليها رشة من الملح. يعني انتوا هتعملوها بسكر بس لازم تضيفوا لها رشة كده من الملح، رشة بسيطة خالص عشان تعادل كده الطعم بتاعها وتطلع معاكم جميلة. هغطي بقى عليها واحطها على نار هادية بالظبط بالظبط، مش هتاخد معاكم اي وقت، يعني هي بالظبط كده ممكن 10 دقايق ربع ساعة وتكون خلصانة. انا حطيت كده عليها هو ذرة من الملح، وهقلبها بقى وغطي واسيبها على نار هادية براحتها خالص. شايفين بقى اللون، انتوا لو غمقتوها عن كده هتطلع معاكم غامقه، ولو فتحتوها هتيجوا تغطوا هتلاقوها فتحت قوي معاكم، لان السوا بيفتحها شويه. فانتوا حاولوا وانتوا بتسووها ما تبقاش اللي هي غامقه معاكم قوي. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ بجد تحفة تحفة تحفة، كلها تحفة جدا. انا هنا فتحت عليها بعد 10 دقايق كده، حسيت ان هي لسه فيها شوية مية، فقلبتها بس عشان ما تلزقش، وهقوم مهديه عليها النار وغطيها تاني واسيبها تستوي تاني كده براحتها 5 دقايق كمان. هي بالظبط بتاخد 15 دقيقة هتلاقوها معاكم بقت جميلة جدا. هغطي بقى عليها وافتح عليها بعد 5 دقايق. شايفين بقى ده شكلها، شربت المية بتاعتها خالص ونشفت كده، ما بقتش اللي هي فيها مية زي ما كانت. وشايفين لونها ما فتحش، مظبوطة، كل حاجة فيها تحفة تحفة تحفة. يا ريت تجربوها، بجد سهلة وبسيطة ومغذية جدا جدا جدا. هنا بقى اختياري، ممكن تاكلوها بالسكر بتبقى بردك تحفة جدا. ممكن تاخدوها بقى لو انتوا عاملين كمية شعرية كبيرة ما تحطوش عليها اللبن مرة واحدة، يعني ما تحطوش اللبن غير لو هتاكلوها، لانها هتشرب اللبن وهتنشف معاكم وهتنفش كده وهتحتاج لبن كتير. فانتوا اللبن ده ما بيتضافش غير قبل الاكل. انا حالا بقى هنغرفها، فانا حطيت اللبن، ضفت بقى اللبن زي ما انتوا عايزين بقى، ده بقى على حسب راحتكم القوام اللي انتوا عايزينه. لو عايزين الشعرية تبقى تقيلة قوي واللبن يبقى قليل تمام، عايزين اخف من كده زودوا لبن. انا ما حطيت لهاش اي حاجة. ممكن انتوا تحطوا معلقة كبيرة من القشطة، او لو عندكم كريمة لباني، اي حاجة، كل دي هتديها طعم حلو. بس انا عملتها بالمكونات المتاحة في البيت وموجودة في كل بيت. اللبن دسم في القشطة بتاعته، فاللبن هيبقى كده دسم وحلو. وهنا بقى هنبتدي بقى نحط السكر، ده بقى على حسب الرغبة بتاعتكم. انا حطيت مثلا في حدود 3 أو 4 معالق كده، يعني لكل كوباية لبن بحط معلقة كبيرة من السكر، وهقلب بقى ودوق السكر ده على حسب الرغبة بتاعتكم. وبحط كمان ظرف كده من الفانيليا بيخلي ريحتها جميلة جدا جدا جدا. هقلب كده بقى من تحت لفوق، مفيش اي حاجة لزقت معايا خالص. القوام بتاعها تحفة تحفة تحفة، طعمها تحفة، كل حاجة بجد فيها جميلة. يا ريت تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. ويا ريت لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا رب تكون وصفاتي انا وحلا بتعجبكم.
شايفين بقى القوام بتاعها عامل ازاي. انا كنت ضايفه اللبن بقى، يعني كنت غلياه وكان في التلاجة ساقع، فحطيته بقى عليها كده يسخن معاها. شايفين بقى القشطه اللي على وش اللبن بجد تحفه تحفه تحفه. وكمان انا حبيت ان انا اخلي النكهه بتاعتها كمان اقوى وحلوه جدا، فحطيت معلقه كبيره كده من الكريم شانتيه. هفضل بقى اقلب كده فيهم كويس. افضلوا بقى قلبوا كويس جدا جدا عشان الكريم شانتيه بس ما يكتلش معاكوا ويكلكع. شايفين بقى انا مش هسيبها تغلي كتير، يعني هي يا دوبك بس تاخد غلوتين كده والشعريه تشرب من طعم اللبن، واللبن كده يبقى كله داب فيه السمنه بمعلقتين الكريم شانتيه. بجد تحفه تحفه تحفه. طريقه بسيطه وسهله، هي بس الفكره كلها في التحمير بتاعها. حمريها كويس، والسمنه واللبن كل حاجه ما تستخدميها مظبوطه تطلع معاكم بجد روعه. هنا بقى معايا الاطباق دي اطباق الشوربه، او بحط فيها اي حاجه كده، يعني اطباق غرف بجد حلوه جدا، وبيبقى كده شكلها جميل وبتبين كده لون الشعريه جميله قوي. يا ريت تجربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. ويا ريت لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا رب تكون وصفاتي انا واختي حلا بتعجبكم. ولو عايزين اي وصفه ممكن تكتبوها لنا تحت في الكومنتات واحنا نعملها لكم. شايفين بقى القوام بتاع الشعريه بجد جميل جدا جدا جدا، ولا لزقت معايا ولا اي حاجه، بجد روعه. يا ريت تجربوا الوصفه دي تعجبكم. انا هنا بقى هغرف الشعريه. ممكن بقى في المرحله دي تضيفوا لها كمان معلقه من السمنه البلدي، لو انتوا بتحبوا الحاجه دسمه قوي قوي ممكن تضيفوا لها كده معلقه من السمنه البلدي، برضك بتخلي طعمها جميل جدا. شايفين بقى القوام بتاعها ولونها وطعمها وريحتها، بجد مش قادره اوصف لكم هي عامله ازاي. التزيين ده بقى براحتكم، ممكن تحطوا اي مكسرات او زبيب بتبقى جميله جدا. يا ريت تجربوا الوصفه تعجبكم. ويا ريت لو انتوا اول مره تشتركوا في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بقى بجد القوام تحفه تحفه تحفه، كل حاجه فيها مظبوطه وجميله. طعمها بجد حلو قوي ومغذيه كمان للاطفال. اهم حاجه ما تضيفوش اللبن في الاول، ضيفوا اللبن كده قبل الاكل على طول لانها بتشرب اللبن على طول. فضيفوا اللبن. لو عملتوا الحاجات دي بس هتطلع معاكم جميله ومش هتطلع معجنه ولا ناشفه، كل حاجه فيها جميله. شايفين بقى بجد كان طعمها خرافي وريحتها حلوه جدا جدا جدا. انا هنا بقى حطيت عليها زبيب، ده اللي كان موجود عندي، برضك بتبقى بالمكسرات وعين الجمل بتبقى تحفه جدا. يا ريت تجربوا الوصفة تعجبكم. ولو في اي وصفة جديدة انتوا عايزينها اكتبوها تحت في الكومنتات. شايفين بقى الطبق اصلا شكله عامل ازاي، طبق كبير جدا ومشبع كده وجميل جدا.